السلام عليكم جميعا. أهلا بكم. اليوم سنناقش ملفا في غاية الحساسية والأهمية بسبب ارتدادات هذا الصراع الإيراني والأمريكي في منطقتنا العربية والإفريقية. الحقيقة أن الضربة الكبرى أصابت الدول التي تفتقر لمصادر الطاقة مثل مصر التي تعاني في صمت، والأردن والمغرب المملكة العياشية. أما تونس فبالرغم من محدودية إمكانياتها إلا أن موقعها بجانب الجزائر خفف عنها الكثير، فالجزائر بمثابة السند والعمق الاستراتيجي لتونس، فلولا الجزائر لكانت تونس في خبر كان. وهنا يبرز الدور الريادي للجزائر كوجهة تطلبها الدول للمساعدة. وإذا تحدثنا عن مصر تحديدا فنحن نتحدث عن تاريخ مشترك يمتد من ثورة التحرير إلى حرب أكتوبر. علاقتنا بمصر محفورة في الذاكرة، واليوم هم يمرون بأزمة حقيقية. تابعوا معي هذا الفيديو الذي يلخص المعاناة لنعود بعدها ونناقش كيف ساهمت الجزائر في حل هذه الأزمة. يحصل ايه يا جماعه؟ ده المحلات كلها على البحر قافله. بصوا الحمله جايه اهي، حاجه غريبه الشكل. الساعه 9 يا جماعه، اسكندريه بلد السهر، بلد الكافتريات، بلد الجمال بالليل، كله من الساعه 9 قافل. الحمله حمله مكبره زي ما انتم شايفين. بصوا بقى كام عربيه، ادي 1 2، يلا بينا، 3 4، يا نهار ابيض، 5، جاد اهو قافل. بصوا 6 7 8، ده كل ده. بصوا بقى الظباط اهم ماشيين قدامهم، ايوه دول، كله قافل، كله قافل. بصوا المحلات، بصوا تيك اواي بس، تطبيق القانون بحذافيره من اول يوم، كله قافل، مفيش حد يقدر يفتح. صيدليه بس اللي تلاقيها فاتحه، دي صيدليه. بصوا خالد بن وليد يا جماعه، بصوا المنظر، والله العظيم حاجه على قد ما هو قانون خلاص، بس حاجه تزعل. بصوا المنظر، المحلات كلها قافله. خالد بن وليد يا جماعه وخلاص، يعني ده يومينهم دول ووقتهم ده. 9 كله بيقفل، هريسه احمد حسنين وكله، المطاعم تفتح تيك اواي فقط، زي ما انتم شايفين المنظر. هنا الدخله بتاعت خالد بن وليد اهي، كله قافل. المشاهد التي رأيتموها تعكس واقعا صعبا تعيشه مصر حاليا، فبعد أن كانت مدنها السياحية تنبض بالحياة، أصبحت اليوم تعاني من انقطاعات التيار الكهربائي وإغلاق المحلات في وقت مبكر. هذا القرار رغم قسوته وتبعاته على قطاع السياحة والتجارة كان حتميا بسبب أزمة الطاقة الحادة. وفي ظل هذه الظروف المعقدة برز الدور الجزائري كمنقذ ومساند حقيقي في وقت الشدة. الجزائر أثبتت للمرة مليون أنها تفي بوعودها وتقف بجانب الأشقاء عندما تشتد الأزمات. تابعوا معنا ماذا يقول الإعلام المصري عن هذه المبادرة الجزائرية التي جاءت لتخفف العبء عن الشعب المصري. قدم مكعب، يعني الغاز العبري زاد، خد بال حضرتك، والعكس الغاز المصري زاد استهلاكه محليا. انت هناك زودت وارداتك، انت هنا زودت استيرادك من الخارج، وده معناه ان مصر بتواجه ورطه غاز اللي بتعتمد عليها في اناره البلاد والهرب من الضلمه وتوقف المصانع، غير فواتير خسائر بالمليارات والامل في التفكير الحكومي خارج الصندوق. زادت فتح الباب للشركات العالميه للتنقيب عن الغاز في مصر وتسهيل المهمه، وزي ما حصل من ايام تقديم تسهيلات لشركه هاربر انرجي البريطانيه العملاقه في مجال التنقيب عن الغاز، في المقابل الاصرار على وقف استيراد الغاز من الكيان لتقليل الفواتير وتخفيف العبء على خزانه الدوله. وفعلا مصر اجرت الناقله النرويجيه بدون الاعلان هتستورد من مين عشان ما حدش يضرب لها عقودها. انا بقى جبت لك المعلومه وقلت لك الجزائر اللي رحبت جدا، ويبقى اهل الجزائر لهم كل التحيه والتقدير، لان طريقه العاده مختلفه. الجزائر قالت لك شوف انت عايز الكميات ايه وانا هبعتها لك في سفن جاهزه من عندي. والكويت. ختاما يا إخواني، تمر مصر اليوم بأزمة طاقة خانقة، وهنا يتجلى الدور المحوري للجزائر. نحن في الجزائر لا ننسى المعروف، فالتاريخ يشهد أن مصر كانت من أوائل الداعمين لثورة التحرير المظفرة، واليوم ترد الجزائر الجميل بوقفة سيادية تتجاوز لغة الأرقام. رغم أن الغاز الجزائري مطلوب عالميا وبإلحاح من كبرى القوى الاقتصادية التي تدفع نقدا، إلا أن القيادة الجزائرية فضلت نداء الواجب القومي على الربح المادي السريع. عندما يتعلق الأمر بالأشقاء تتوقف لغة التجارة وتطغى قيم التضامن والشهامة. هذه المبادرة لا تهدف لبيع الطاقة فحسب،
بل لبناء تكتل عربي قوي واستعادة التوازن في المنطقة. قوة مصر والجزائر معا هي ضمانة للاستقرار الإقليمي. شاركونا آرائكم حول هذا التعاون الاستراتيجي في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.